دول هما 3 مسلسلات كوري لازم تتفرج عليه. اول مسلسل هقول لك عليه هو مسلسل أليس ان بوردرلاند او اوراق الموت بالعربي. المسلسل ده بيحكي عن شاب هوايته هي الفيديو جيم، بيبقى مع صحابه في مره وبيدخلوا مكان معين، ولما بيخرجوا بيلاقوا ان البلد كلها فضيت ومفيش غيرهم هما الثلاثه، وبعدها بيكتشفوا ان هما دخلوا جوه لعبه لازم تكملها للاخر، وبعد ما بتخلص كل ليفل او بتنجح فيه بتاخد كارت مدته 3 ايام. خلال ال3 ايام دول لازم ترجع تلعب الليفل اللي بعده، او لو ما كملتش هتموت. تاني مسلسل هقول لك عليه وهو مسلسل All of Us Are Dead او كلنا موتى. المسلسل ده قصته عن مدرسه ثانويه في كوريا بينتشر فيها مرض الزومبي، بلس ان هي قدمت فكره مختلفه وهي فكره النص زومبي، يعني زومبي بس بيفكر. والواضح في المسلسل ان حتى الناس اللي بره مش عارفه تساعدهم في حاجه، ولا حتى الحكومه، علشان خايفين من ان المرض ينتشر. ومن هنا نروح لاخر مسلسل معانا وهو مسلسل كينجدم، واللي بيتهيألي ان هو اول مسلسل زومبي تاريخي. الملك بيتصاب بالمرض وبيبدا بعد كده المرض ينتشر في وسط الشعب وفي وسط الناس كلها، فبيحاول البطل ان هو ينقذ الناس اللي لسه ما اتصابتش، وبيحاول يعرف هو ازاي الملك اتصاب بالمرض ده. واحد من احلى المسلسلات، وفعلا فكرته مختلفه، فكره انك تبقى عايش في حقبه زمنيه قديمه وفي نفس الوقت شايف زومبي، فدي حاجه كانت جديده جدا عليا بصراحه. وبكده ابقى قلت لك على ال3 مسلسلات، فما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك وشير وفولو، وابعت الفيديو لاصحابك. وسؤالي ليك انت، ايه احلى مسلسل زومبي اتفرجت عليه عموما؟ ولو انت بتحب مراجعه الافلام والمسلسلات بشكل مطول وفلوجات للسينما وكده، فهسيب لك لينك اليوتيوب تابعني هناك عشان بننزل حلقات مختلفه خالص عن اللي هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.